بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين وبخير وسلام يا رب. تكونوا في أحسن حال. طبعا انتوا عارفين ان انا ما كنتش موجودة الفترة اللي فاتت. كنت ما كنتش موجودة في مصر، يعني طبعا كنت موجودة في السعودية. وانتوا عارفين طبعا ان انا كان عندي حدثين مهمين، اكيد يعني. وانا كنت بتكلم معاكم دايما، كنت بنزل ريلز، بنزل حاجات ان انا كنت في السعودية طبعا. كان عندي حدثين مهمين. طبعا الحدث الاول ان انا كان عندي كنت في استقبال حفيدتي. حفيدتي التانية، طبعا انا كده عندي 2. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويبارك في ولادكم جميعا طبعا، ويرزقكم كلكم بالذرية الصالحة. طبعا ده الحدث الأول. طبعا الحدث التاني ان انا ربنا اكرمني الحمد لله. او كنت في زيارة المسجد النبوي الشريف، في زيارة الحبيب المصطفى. ربنا يوعدكم جميعا يا رب. الحمد لله. ربنا أكرمني، كنت في حضرة رسول الله وفي الروضة الشريفة. وطبعا زرت بيت الله الحرام طبعا. ربنا يوعدكم جميعا بعمرة عن قريب إن شاء الله. طبعا كانت هي دي مش كانت أول مرة إن أنا أروح فيها السعودية طبعا وأعمل عمرة. دي تاني مرة. أول مرة ربنا أكرمني بعمرة كانت في 2012. طبعا كانت معايا والدتي في العمرة الأولانية اللي هي كانت في 2012. كنت رايحة مع والدتي. عملنا عمرة الحمد لله أنا وهي. ربنا يبارك في عمرها يا رب ويديها الصحة ويبارك في أعماركم جميعا. المرة دي طبعا أنا كنت معايا ابني حبيبي محمود. طبعا انتوا عارفين أنا أم محمود، الصفحة بتاعتي. فطبعا محمود ابني. ربنا يبارك في ولادكم جميعا. هو في تانية ثانوي. ربنا يصلح له الحال يا رب. كان معايا في العمرة ديت. عملنا عمرة أنا وهو طبعا، وزورنا وكده يعني. والحمد لله ربنا وفقنا طبعا. ربنا يتقبل منا يا رب أنا وهو. طبعا انتوا عارفين كل عمرة وليها مذاقها بقى. المرة الأولانية كانت مع والدتي ربنا يديها الصحة، والمرة دي كنت معايا ابن حبيبي محمود. ربنا يتقبل منا يا رب. الحمد لله كانت رحلة موفقة بكرم من رب العالمين. ربنا يوعدكم جميعا يا رب. طبعا ما نسيتكوش طبعا من صالح الدعاء. دعت لكم طبعا جميعا ربنا ييسر لكم الحال ويصلح لكم أموركم ويبارك لكم في أولادكم يا رب. يا رب. طبعا ربنا يوعدكم جميعا بعمرة عن قريب إن شاء الله يا رب. ويرزقنا وإياكم بالوقوف بعرفات بحج البيت الحرام. طبعا ربنا يرزقنا جميعا بالحج الكبير بقى يا رب عن قريب إن شاء الله. احنا وانتم جميعا ربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب، ويصلح لنا الحال ويصلح لكم الحال يا رب، وييسر أمورنا وأموركم يا رب. ويرزقنا ويرزقكم بالخير والصحة والسلام، ويبارك في أولادنا وأولادكم جميعا يا رب. طبعا انتوا وحشتوني، وحشني مطبخي وحشني شغلي. فقلت ايه، اسلم عليكم بحاجة حلوة كده بسيطة عملتها اول ما جيت. يعني قلت نعمل حاجة حلوة كده آه، يعني بسيطة كده وسهلة. فعملت بقى الحاجة الحلوة دي، حاجة بسيطة كده. فقلت بقى اتكلم معاكم واحنا بنعمل الحاجة الحلوة دي كده. وطبعا ربنا يبارك فيكم ويرزقكم يا رب، ويرزقنا وإياكم. ويتقبل مننا يا رب، ويتقبل منكم صالح الأعمال يا رب.
ويبارك في أولادكم ويصلح لكم حالكم وييسر أموركم وأمورنا يا رب، اللهم آمين. وكل سنة وانتم طيبين يا رب. طبعا احنا في شهر كريم، شهر شعبان، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب ويصلح لنا حالنا وحالكم يا رب جميعا. ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. يا رب يسر حالنا يا رب، وندعي كتير كده ونحمد ربنا على اللي احنا فيه، وربنا يرزقنا وإياكم بصلاح الحال والأبناء يا رب. طبعا عايزة أقول لكم إن أنا مبسوطة جدا إن أنا كنت في زيارة بيت الله الحرام طبعا، و... والحمد لله ربنا وفقني وكرمني، ويا رب يرزقكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يخليكم ويصلح لكم